مساء الخير عليكم. كان في حد بيسألني ايه الفرق بين الديفريزر البريمير اللي هو الديجيتال الادراج الشفافة وبين الديفريزر الكريازي برضو اللي هو الادراج البيضاء وزراير. تعالوا معانا نشوف مع بعض ايه الفروقات اللي موجودة في الديفريزر الادراج البريمير اللي هو الادراج الشفافة، ونشوف الفرق بين الادراج القديمة اللي هو الادراج البيضاء. تعالوا معانا يلا بينا. ده الديفريزر اللي هو البريمير الأدراج الشفافة، منه 5 درج ومنه 6 درج. هنبتدي الأول حاجة بالنسبة لشكل الديفريزر من الخارج من بره. أولا بالنسبة للأدراج الشفافة البريمير الديجيتال في ال5 درج بيبقى ادي الشكل بتاع الشاشة بتاعته من فوق اهي، ادي التشكيلة بتاعتها. بيبقى من على الشمال في زرار اللي هو اللوك وفي السوبر وشاشة طويلة في النص وزراير من بره. الزراير دي معناها اولا اللي هو الزرار اللي هو على الشمال المكتوب عليه اللوك ده، عشان برضو الناس اللي هي عندها الديفريزر ومش عارفه الزرار ده بتاع ايه. الزرار ده انا لو ظبطت التبريد بتاع الشاشه دي عندي دي على الارقام او الحاجات اللي هي موجوده هنا او درجه الحراره، بعد ما بظبطها بدوس عليه تكه طويله بيقفل لي الشاشه فقط، ما يقفلش الجهاز، ملوش علاقه بالجهاز. اللوك ده بيقفل الشاشه فقط، يعني ما حدش بعد ما اظبطها ما فيش حد يجي يدوس على الزرار ويلعب في البرامج. لكن لو انا حبيت اشغلها هتكه تكه طويله على زرار تاني وهتبتدي تشتغل، ترجع الشاشه زي ما هي. حبيت اقفلها هتكه تكه طويله، يعني تكه طويله تفتح وتكه طويله تفتح. بالنسبه لزرار السوبر ده، زرار السوبر لو انا عندي حاجه جايبها وعايز اجمدها بسرعه بشغله لمده ساعتين، ادوس عليه بتنور اللمبه الصفراء ويبتدي التبريد السريع يشتغل، تبريد السوبر. بس ارجوكم ما حدش يشغل الزرار ده اكتر من ساعتين. بالنسبه للزرار بتاع السيتنج ده، زرار السيتنج ده اللي هو بيبدل لي درجه الحراره. يعني مثلا انا درجه الحراره عندي عايزها مثلا على 1 أو 2 أو 3، فبدوس على الزرار ده تكة طويلة بيديني 1 2 3 4 5، والدرجة الصحيحة اللي احنا بنشغله عليها اللي هو بيبقى 3. لو انا مثلا على درجة 3 وعايز ازود التبريد هدوس تكة تاني، لو عايز 4 هدوس تكة تاني. لكن لو انا عايز ارجع ل3 فبدوس تكة طويلة يرجعني 4 3 2 1 وهكذا. ده بالنسبه للالارم ده. الالارم ده لو الباب اتساب موارب بيديني انذار ان الباب اتساب موارب. ده كده بالنسبه للشاشه الخارجيه من بره بالنسبه للجهاز. بالنسبه للباب من بره، الشكل الجديد الادراج الشفافه منه شكلين في الايد. في الايد اللي هي الحفر من الجنب كده اهي زي ما انتم شايفين اهو، انا بفتح كده اهو اهو في الشكل ده كده، اللي هي الايد الطويله دي من الجنب، حفر في الباب اسمها حفر، تمام. انما الجهاز التاني اللي هو الادراج الشفافه اللي هو بيبقى برضو الشكل التاني في الايد، بيبقى الشكل الايد الخارجيه اللي هي دي. يبقى كده شكل الشاشه وشكل الايد الشكل الخارجي. ده كده بالنسبه للادراج الشفافه. هنا استهلاك الطاقه في اللي هو الادراج اللي هو الشفافه ال5 درج بيبقى السعه اللتريه بتاعته 230 لتر. السعه اللتريه 230 لتر، 8.1 قدم. استهلاك الكهرباء بتاعته اقل استهلاك كهرباء. تعالوا نشوف ال5 درج في الموديل القديم عشان يبقى ماشيين خطوه بخطوه لغايه لما نخش. يعني خدنا كده الشكل الخارجي، تعالى بقى نشوف الشكل الخارجي في ال5 درج التاني او ال6 درج التاني. ادي الشكل الخارجي من بره في اللي هو الادراج البيضاء الموديل القديم. ادي من الجنب كده شاشه صغيره اهي، هناك كانت شاشه طويله في النص والزراير يمين وشمال، هنا شاشه صغيره في النص. تيجي بعد كده هنا الزراير بتاعته نفس الزراير اللي هناك اللي موجوده، بس هنا بتبقى زراير بارزه، هناك بتبقى تاتش. هنا التبريد السريع اللي هو السوبر اللي احنا قلنا عليه هناك، وده الالارم، وده الليفل اللي هو بدل السيتنج، وده الالارم. ده كده بالنسبه للشكل الخارجي. الشكل الخارجي بتاعت الايد بتاعت الادراج البيضاء يبقى كده خارجي من بره، انما التاني احنا قلنا الادراج الشفافه بتبقى الايد حفر في الباب او بتبقى خارجيه من بره زي ده كده. ده كده بالنسبه للشكل الخارجي بتاع الديفريزر اللي هو الادراج الشفافه والادراج البيضاء. وادي الشكل الخارجي بين الاثنين مع بعض اهو، ادي الادراج البيضاء الزراير اللي هو اللي على اليمين ده، وده الادراج الشفافه. ده الشكل الخارجي. تعالوا بقى نشوف الشكل
في الستة درج. هنا الأدراج الشفافة 270 لتر 9.5 قدم، أقل استهلاك كهرباء اللي هو كلاس A. هنا السعة اللترية برضو نفس الحجم 270 لتر 9.5 قدم كلاس A في الطاقة. يبقى كده الاتنين زي بعض. واستهلاك الكهرباء هنا بس خلي بالكم في الأدراج البيضاء استهلاك الكهرباء 34 كيلو واط في الساعة، ده بالنسبة للأدراج البيضاء. في الأدراج الشفافة استهلاك الطاقة بتاعته 29 كيلو واط، يعني ده أقل استهلاك كهرباء في الأدراج الشفافة بينه وبين اللي هو الستة درج الأدراج البيضاء. ده كده في الشكل الخارجي. بالنسبة للألوان الأدراج الشفافة في منه اللون السيلفر اللي هو الإيد الخارجية زي ده كده، وفي منه الأدراج الشكل الأسود الإيد الجانبية من الجنب، وبرضه في شكل اللي هو الأسود برضه الإيد الخارجية. ده كده احنا في الشكل الخارجي. تعالوا بقى نشوف الداخل من جوه للجهاز نفسه. يلا بينا نفتح الاتنين مع بعض كده جنب بعض. ده شكل الإيد اللي هي الأدراج البيضاء، وده الشكل الداخلي بتاعه اهو زي ما انا فتحت معاكم كده. ده الايد بتاعت اللي هو الأدراج الشفافة، ايد اهو زي الماسورة كده، ايد اسطوانية. هناك ايد سداسية، ايد الشكل الايد الخارجية اهي، ايد ثلاثية كده اهي مسدسة اهو تمام. ده كده بالنسبة للشكل الخارجي والإيد. ده كده بالنسبة للشكل الخارجي. تعالوا بقى نشوف الشكل الداخلي. ادي الشكل الداخلي بالنسبة للاتنين. ده الأدراج بتاعته لونها أبيض، ده الأدراج بتاعته لونها شفافة. الدرج الشفاف والدرج الأبيض الاتنين نفس الحجم في المساحة والحجم والطول والعرض والعمق، مفيش أي اختلاف في الحجم. لكن اللي بيختلف إن الدرج الشفاف يمكن أقل سمك بالنسبة للدرج الأبيض. يعني الدرج الأبيض المتانة بتاعته والخامة بتاعته أجود من الدرج الشفاف، يعني يتحمل أكتر. وكل رف أو كل درج تحتيه رف شايله. آدي أهو أنا هطلع الدرج أهو، آدي في ستاند هنا شايله أهو، آدي أهو. ده موجود في الخمسة درج وفي الستة درج الأدراج البيضاء أو أدراج شفافة. كل درج تحتيه رف شايله. بالنسبة للضمان يبقى 10 سنين. وادي برضه عشان الناس تقول اهو، ادي الدرج اللي تحت برضه اهو نفس الرف، رف زجاج حراري. وطبعا الزجاج الحراري ده الرف ده بيساعد في التبريد، بيخلي التبريد اسرع. تعالوا نشوف برضه الرف في الدرج ده الأدراج الشفافة. ادي اهو، ادي اهو الرف، نفس الرف موجود في كل الأدراج. كل درج تحتيه رف شايله. الاتنين ضمان 10 سنين، الاتنين ضمان 10 سنين. ده عمر الضمان شامل، لكن في عمر افتراضي للجهازين او كل الاجهزه بمعنى اصح الكريازي، ده مدته 15 سنه بعد انتهاء فتره الضمان، او ده مكتوب اهو على الجهاز اهو. ودي خدمة كريازي على فكرة يا جماعة، عشان في ناس بتتصل بأرقام والأرقام محدش بيقول إن دي أرقام صح أو غلط. لا، إحنا بنقول الرقم الوحيد الموحد لشركة كريازي بالنسبة لخدمة الصيانة 19091 19091 19091 خدمة كريازي. ضمان 10 سنوات شامل للدفريزر، العمر افتراضي 15 سنة بعد انتهاء فترة الضمان. يبقى كده احنا قلنا على الخامة بتاعة الدرج الشفاف والدرج الأبيض، وقلنا المساحة بتاعة الدرج الشفاف والدرج الأبيض، وقلنا الشكل والفرق بين الشفاف والأبيض، والمتانة والخامة. يبقى احنا عندنا كمان في حاجة تانية عاوزين نتكلم عنها بالنسبة للأدراج البيضاء. الكاوتش بتاع الباب ده الكاوتش ده ما بيتشالش ويتفك ويتنظف ويتركب تاني. لا، ده يعني لازم لو حصل فيه تشقق او حصل نشفان في الجهاز بسبب ان انا مثلا شفت مفتوح وسافرت ممكن ينشف، فده ممكن يعمل تشقق في الكاوتش نفسه. فدي لما بيحصل مشكلة في الكاوتش فبضطر اغير الباب كله. لكن هنا في الدرج الشفاف
الميزة التانية برضو غير انه استهلاك الطاقة بتاعته افضل، هنا الكاوتش ده يعني لو حصل فيه تشقق هضطر ممكن اشيل الكاوتش ده كله ويجي الفني بتاع الصيانة يغير لي كل الكاوتش ده من غير ما يكلفني ثمن الباب. دي الميزة اللي موجودة بين الكاوتش، بين الباب الادراج الشفافة والادراج البيضاء، واستهلاك الطاقة اللي هو الكهرباء ده في اللي هو الادراج الشفافة اقل استهلاك، يعتبر انفرتر بينه وبين الادراج البيضاء. كده في الخمسة درج والستة درج. اتمنى ان يكون وفت لكم الفروقات اللي موجودة في الجهازين، عشان الناس بتسأل وبيسألوني ايه الفروقات، فانا حبيت اوضح الفروقات بما يرضي الله وبالامانة بين الجهازين، والخامة اللي موجودة في الجهازين، والالوان. دي الالوان الجديدة على فكرة اللي هو الايد الحفر، عشان طبعا ما كانتش بتنزل، لسه نازلة السنة دي، اللي هي الدرج الشفاف اللي هو المقبض الحفر، المقبض الجانبي في الباب اللي هو في الستة درج او الخمسة درج، ده ما كانش بتنزل قبل كده، دي حاجة جديدة نازلة، يعني نزلت في اواخر 25. ده المقبض الجديد بتاع الادراج الشفافة. كده اتمنى ان يكون وفت لكم، ولو في اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات هرد على حضراتكم. لو اي حد حابب يستفسر عن اي منتج، حابب يشوف ايه الافضل يجيب ايه ويختار ايه في اي منتج موجود في السوق، سواء كان ثلاجة او غسالة او ديب فريزر او سخان او بوتاجاز، انا تحت امركم. وكتر خيركم لمتابعتكم وشكرا ليكم. كنتم مع ابو فارس الاجهزة الكهربائية، تابعوني وهنتابع مع بعض لايك وشير. لو في اي حاجة انا تحت امركم. شكرا ليكم، بارك الله فيكم.